عائلة تم إقصاؤها من قوائم الترحيل تجد نفسها في الشارع بسبب عراقيل إدارية رغم استيفائها كل الشروط اللازمة للحصول على السكن. المزيد من تفاصيل هذه القصص مع إبراهيم غطاس وإبراهيم برقاش. عملية الترحيل التي مست العاصمة خلفت أسرا عديدة في العراء على غرار عائلة بوترعة التي تعيش ظروفا مزرية تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة. كان سبب إقصائها مبلغ 12 مليون سنتيم قدمتها الدولة كإعانة لترميم مسكنهم الريفي منذ أكثر من 20 سنة. رحلوا الناس وانا خلاوني رماوني راني مرمي باسكو قالوا لي انت 12 مليون عطيناك 12 مليون هذه 8 شهور وانا مرمي برا، لا ما لا تريسيتي لا وقت نخرجهم لا حتى حاجه. البرد في الشتاء رانا نحنجروا والبروده علينا ولادي طايشين، دار بوتفليقه يشوف فيا يفرج عليا بدار ماني حوس لحتى حاجه، دار برك لوليداتي. On a pris une décision officielle que pour toutes les aides de l'État inférieures à 300 000 dinars, ça reste sur le fichier, mais ils sont éligibles au logement. Donc là aussi, c'est une forme de recours. C'est vrai, الدولة عاونتني ب 12 مليون, mais 12 مليون ما تبني ليش دار, etc. مقصيون لم تشفع لهم شهادة السلبية في طعونهم وشكاويهم المودعة كعائلة الجاعي التي تشتت أفرادها وبات مصيرهم مجهولا. ولادي برا وانا نسابي، انا مديبان عن نسابي، انا ربدي من نسابي. جيراننا قار حلوهم اللي كانوا معنا قار حلوهم، احنا ما رحلوناش. على جال مرتبه دايره راضيه، وانا تشوف يعني بصاكو دوراني برا وما زال ميم با ما استفادتش من الراضيه. واكش الدار اللي كانوا ساكنين فيها ميم با 10 متر كاري، وبابا ما داش ولا استفاد ولا هي شهاده اداريه. مطالب عشرات العائلات في الحصول على سكن لائق بقيت حبيسة الأدراج بسبب مشاكل وعراقيل إدارية، والتفاتة من السلطات من شأنها إنصاف هؤلاء من وضع يزداد تأزما وخطورة يوما بعد آخر.